السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي مذاقات مغربيه. الاقتراح ديال اليوم جبت لكم واحد الكيكه بالحامض كتجي رائعه، واحد المذاق اللي هو زوين بزاف ومختلف على الكيكات اللي كنجربوا. تبعوا الفيديو الى الاخير وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد. ونبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه ديال التحضير. المقادير ديالها راهم ساهلين. غادي نبداو اول حاجه بالبيض اللي يكون بدرجه حراره المطبخ. عندي هنايا 2 ديال البيضات، وانتوما الا كان عندكم المول اللي هو كبير وكياخذ لكم البيض كتير ديروا 3 البيضات حتى 4 ديال البيضات. انا هنايا عندي المول شويه متوسط، درت غير 3 ديال البيضات راه كتجي طالعه. زدت معاهم كاس ديال سكر حبيبات وشاسي ديال الفاني، طربتهم مزيان حتى ضاعف الحجم ديالهم. زدتهم كاس اللي ما عامرش ديال الزيت النباتيه وطربتهم عاوتاني حتى انسجم ليا داك الزيت مع البيض والسكر. وزدت عليهم نصف كاس ديال الحامض، العصير ديال الحامض، وزدت كاس ديال الماء اللي هو عادي، يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب، ودرت ياغورت بنكهه ديال الفاني اولا ديال البنان اللي كان متوفر عندكم ويمكن لكم تستغناو عليه. الاهم انه يكون فيه الحامض من الداخل. صافي هنا جبت 2 كيسان ديال الدقيق اللي غربلتهم ضروري، وغادي نزيد عليهم 2 خمارات من الوزن 8 غرام اللي هو بالمجموع 16 غرام. صافي كنحاول اني نغربلهم مزيان عاد نضيفهم باش كيبقاو ما كيتكورش لينا داك الدقيق والخمارات لداخل ديال الخليط. كنحاول اني نخلط مزيان حتى نشوف داك الدقيق صافي ما بقاش مكور ليا في الخليط ديالي، باش كتجيكم الكيكه طالعه وكتجيكم هشيشه من الداخل. صافي هنا كاضافه زدت 2 معالق كبار ديال الفيرميسيل، يمكن لكم الاستغناء عليه، ولكن فاش كتحلوا الكيكه فاش كطيب وكتحلوها كتعطي واحد الشكل اللي هو من الداخل اللي هو زوين بزاف صراحه. صافي هنا جبت واحد المول، انا عندي هذا كيلصق، فرشت ليه الورق ديال الطبخ. نتوما الا كان عندكم ما كيلصقش غتدهنوه غير بالزبده وترشوه بالدقيق صافي راه كافي. كندير الخليط ديالي وندخلو للفران اللي يكون بارد على عافيه اللي هي مهيله من الاسفل حتى طيب، وغادي نشعل عليها من الاعلى. صافي هنا غادي ندوزو للطبقه الفوقانيه اللي غادي نديرو من الفوق، نخليوه حتى تبرد. طبعا عاد غادي نديرو هاد لاصوص اللي غادي نديرو من الفوق. درت هنايا 3 ديال المعالق ديال النشا، معالق اللي هما كبارين، وزدت معاهم 4 ديال المعالق ديال السكر الثقيل اللي هو السكر كلاصي. يمكن لكم ما يمكن لكمش تعوضوه بالسكر العادي حيت كيبقى ما كيذوبش. سكر كلاصي باش كيجيكم ديك الكريمه كتجيكم ناعمه وما كيجيكمش فيها دوك الحبيبات. هنا زدت 4 كاس ديال الحامض، العصير ديال الحامض، 4 كاس كافي ديال العصير ديال الحامض. وكنحاول نحرك مزيان دوك المكونات حتى داك السكر كلاصي كيذوب وما كيبقاش مكور هو والنشا. عاد كنزيد 2 كيسان ديال الحليب. صافي غادي نديرهم فوق النار حتى نشوفهم بحال هكا ولا ثقيل ليا داك الخليط، وغادي نصبو من الفوق على ديك الكيكه ديالنا. صراحه هاد الكريمه اللي كنديرو من الفوق كتعطيها واحد الاضافه اللي هي زوينه بزاف، وكيجي حتى المنظر ديالها زوين. كيف ما قلت لكم كتخليو حتى كتبرد لكم الكيكه ديالكم، عاد كتضيفوا عليها هاد الخليط من الفوق. وهاد الخليط ما توجدوش قبل حتى طيب الكيكه وتخرجوها، عاد توجدوه باش ما كيتخليكمش حيت راه فيه النشا كيشد راسو. هنايا من بعد ما درت عليها كامله غادي نزينها بطريفات ديال الحامض. هكا الزين كيبقى اختياري على حسب المتوفر عندكم، يمكن لكم تزينوها حتى بالفيرميسي اللي درتو من الداخل حتى هو ديروه من الفوق. تيقوني هاد الكيكه هادي انا مشيت نضيفها عند شي ناس ودرتها ليهم، جات صراحه رائعه وشكروني عليها بزاف. واللي داقها كيقول لي المقادير ديالها شنو فيهم. كنتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، ولا بغيتوا المزيد من هاد الكيكات ديال الكوتي بحال هكا خليهم ليا في التعاليق وانا غادي نديرهم معكم ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.